يا صباح الفل، صباح العسل، صباح الياسمين. عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. وحشتوني وحشتوني وحشتوني، يا رب اكون وحشتكم قد ما انتوا وحشتوني. إيه، صباحكم فل وعسل وياسمين. عايزه اقول لكم الجو حر جدا جدا جدا، فالواحد بجد عنده يعني الجو صعب قوي. فانا مش عارفه الجو عندكم صعب زي ما عندنا كده ولا لا. احنا يعتبر خلاص دخلنا على الصيف بجد اللي هو الحر قوي قوي قوي. محتاجين بقى ايه؟ المراوح تولع والتكييفات والجو ده. وحشتوني وحشتوني. قبل بقى ما نبدأ مع بعض ونشوف يومنا النهاردة، واقول لكم بقى ايه يومنا النهارده يكون ماشي ازاي، ما تنسوش تشتركوا في القناه وما اشتركتوش، وانزلوا تعملوا اللايك الجامد علشان انتوا حبايبي واخواتي. فيلا بينا، ومستنيه منكم كومنت حلو ودعوه حلوه. ويلا بينا نشوف هنعمل ايه النهارده. اول حاجه بدأناها الشباك، اللي هو قلت لكم ان انا بحب ابدا بالخارجي وبعد كده اروح بادئه. يعني ببدأ بشباك بلكونه وبعدين اروح عامله الاوضه او الصاله او الجو ده. فهنا كنت بعمل بقى الشباك الاول، بحب اعمله بالفرشه كده، وبعدين لو عايزه بقى ايه همسحه مسحه حلوه، اغسله بقى باي حاجه برضو ليه فرشه معينه بغسله بعمله وبظبطه. بس طبعا عشان عندنا تحتينا ناس وكده، فمش بحب ان انا اكب ميه كتير علشان يعني غلط ان احنا نأذي حد تحتينا. فما بعمله على قد ما بقدر كده وبخليه زي الفل اهو، زي ما انتوا شايفين خليناه زي الفل. عايزه بس افكركم بحاجه، ان فيديوهات الانتساب كلها نزلت امبارح. الحمد لله الحمد لله الحمد لله ان انتوا حبيتوها وكل كلامكم الحلو بجد انا متشكره بيه جدا. وبصوا بقى انتوا شجعتوني تشجيع يعني رهيب، اللي هو عايزه كل يومين كده انزل لكم فيديوهات انتساب عشان بلاقي كلام حلو. وشكرا شكرا شكرا على كل الكلام الجميل الجميل اللي مكتوب لي في الانتساب. وبشكر كل الناس اللي موجوده في الانتساب. فطبعا ايه الناس اللي مش موجوده في الانتساب، انتوا حرين براحتكم، بس يعني انا لازم طبعا اشكر كل الناس اللي موجوده ووثقوا فيا ودخلوا ولقوا فيديوهات حلوه وجميله وجامده جامده. وطبعا كل ما نعلى بالمستوى بيبقى فيديوهات اجمد واجمد واجمد. فانا طبعا بشكر كل الناس. شكرا ليكم عشان انتوا شرفتوني ونورتوني موجودين في الانتساب. تمام تمام. فيلا بينا. فلازم كنت اشكرهم على الكلام الحلو اللي اتقال لي امبارح. فانتظروا بقى مفاجآت جامده 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 جدا 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 في الانتساب. تمام تمام. يلا بينا نشوف بقى هنعمل ايه النهارده. خلصنا خلاص الشباك ومسحناه ونضفناه وخلاه زي الفل. فيلا بينا نشوف بقيه الاوضه. الكركبه كلها شلتها والحاجه شلتها يا دوبك، اللي هو انا افرش بس السرير وانضفه. وهنشوف هنعمل ايه اهو مع بعض. هنا بقى نشيل اللاب بتاعنا كده بعيد علشان ما تخبطش مننا ويحصل له حاجه، يعني لو حاجه خساره مش نعرف نجيب غيرها. بس كده اهو. ونشيل نغير بقى كيس المخدات دي، نغيرها خالص خالص علشان نبقى الفرش كله نضيف وزي الفل. قولولي وصلتوا للدقيقة كام او كنت بعمل ايه عشان اعرف ان انتوا وصلتوا هنا. وعايزة اعرف انتوا بتشوفوني منين، من اني بلد ومن اني دولة. تمام. ومتشجعي علشان اعرف ان انتي اتشجعتي مني. وبدأنا بنشاط وحيوية كده الفيديو، وشوفنا حاجات حلوة وحاجات جديدة. ويا رب تكون بتستفادوا مني وبتاخدوا مني فكرة بسيطة كده. ولو عايزة اي وصفة اي اكل اي حاجة عرفيني ونعملها على طول مع بعض. هنا بمسك برضو الفرشة دي حلوة قوي، عايزة اقول لكم جميلة بجد. يعني لو انت مش عندك فرشة زي دي، لا هاتي فرشة زي دي واستعمليها بجد، حلوة قوي 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 وهتعجبك. عارفة تستفادي منها كتير. بتنفع بقى لو عندك انتريه، عندك ركنة، عندك اي حاجة، بجد فرشة حلوة وبتنجز معاكي. ومش بتخلي اي حاجة فيها تراب، يعني ان في بقى انتريهات كابوتينيه والاوض النوم دلوقتي اكتريتها بقت كابوتينيه وكده. فدي حلوة بتطلع لك اي تراب موجود بين الزراير اي حاجة. فايه حلوة بجد بجد. هاتيها في منها 3 احجام، صغير ووسط وكبير. انا جايبه دي تقريبا الوسط مش جايباها الكبيره. هنا بقى جبت كوفرتة. خلاص بقى شلنا بقى الفرش الشتوي، وهنبدا نحط بقى كوفرتات كده علشان خلاص الجو بدأ ان يبقى حر قوي. فالواحد مبقاش
مستحمل يعني. انتوا عارفين يعني انا شويه كده مش بستحمل حتى الكوفرته، بنشيلها بقى واحط ملايات، بتبقى قطن كده طريه وحلوه. فقلت بس نفرشها بس كده اليومين دول لغايه بس ايه ما نشوف هنعمل ايه. اهو نفرشها بقى من كل ناحيه. انا زي ما انتم متعودين عليا انا بحب افرش الملايات بتاعتي او اي حاجه. بصوا بغطي المرتبه خالص خالص خالص. شايفين انا بحبها كده علشان ما تتحركش معايا وتتبهدل معايا. فرشناها اهو ونضفناها. شايفين السرير جميل ازاي ونور. اي فرش فاتح بينور المكان. عايزه اقولك نغير بقى فرش بتاع المخدات ونحطها. يبقى كده انا ظبطت السرير وخليته زي الفل اهو. المخدة اغير كيس المخدة علشان ننضف بقى. يبقى كده شلنا كل حاجة. اي حاجة مش نضيفة ومش لطيفة غيرناها على طول. شلنا كيس المخدة وهنحط الكيس اللي بعده. يبقى كده نضفنا خلاص الحتة دي وخليناها زي الفل. قولولي بقى عملتي اكل ايه النهارده وبتفكري يعني فعلا الشتاء بيبقى ليه اكلات معينة والصيف انا عندي بيبقى الصيف ليه اكلات والشتاء ليه اكلات. على قد ما بنقدر بنظبط نفسنا يعني ان احنا نظبط يومنا في الاكل بتاعنا. يعني مثلا يوم مثلا حر قوي 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 فبنعملش اكل يعني بيبقى صعب. من الحر بيبقى حاجات خفيفة. يعني بمعنى اصح احنا بناكل في الصيف حاجات خفيفة، لكن الشتاء بقى عايزة اكلات سخنة اكلات حلوة تدفي. فيعني على قد ما تقدري يعني اعملي كده انت كمان. بس كده غيرنا اهو كيس المخدة وظبطنا كده كله وحطينا. هنحط بقى المخدة دي هنغطيها خالص 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 ونحطها. يبقى كده الأوضة ظبطت وبقت زي الفل اهو. يعني مش الأوضة، السرير. كده انا خلصتها اهو. يعني بقى على قد ما بقدر بحب ان انا اساعد نفسي بنفسي، اللي هو انا هفرشها يعني هفرق المخدات وكده، فبعملها مع نفسي على قد ما بقدر يعني. قولي لي بقى يا ست الكل عملتي اكل ايه النهارده واتشجعتي ولا لا، ومش في وراكي ايه وهتعملي اكل ايه، وابدأي يومك كده كله نشاط وحيويه حتى لو الجو حر. ما تكسليش، اعملي حاجتك وطلباتك واكلك وشربك وبعد كده اقعدي بقى. لو عايزه تقعدي قعده حلوه اقعدي ظبطي امورك زي ما انت عايزه. وهنحط بقى كوفرتنا علشان خلاص ان الجو بقى حر. والبطاطين بقى نشوف لها مكان نشيلها فيها علشان الجو بقى حر جدا. فيلا بينا ندخل على المطبخ ونشوف هنعمل اكل ايه النهارده. النهارده بقى هناكل أكلة رنجة حلوة جميلة خطيرة زي ما احنا شايفين. هنظبطها مع بعض وهننضفها مع بعض. وطبعا الأكلة دي كلنا يعني أقول لكم 85% من الناس بتحبها و15% ممكن مش بياكلوها. فهنا جبنا بقى الرنجة. على فكرة انتي ممكن تجيبي الرنجة من مكان متنضف وكل حاجة وجاهزة. يعني ساعات بنجيبها كده وساعات بنجيبها كده حسب ما الرنجة قدامنا بتبقى نضيفة. بص بقى الرنجة النضيفة اللي تشوفوها وتعرفوها بيبقى شكلها عامل كده، تكون بتلمع معاكي ومش طرية، تكون ناشفة ومش ناشفة قوي. لان ناشفة قوي بتبقى نية وحادقة، لا ولا طرية قوي قوي علشان ما تبقاش بايظة، ولا ناشفة كده زي ما احنا شايفين اهو. نمسك بقى مناديل كده نمسحها بس مسحة حلوة من الايدين من اي حاجة، نبقى برضو مظبطين نفسنا اهو.
في ناس بتشويها الاول، يعني بتحطها كده مثلا في الفرن في صينيه ولا حاجه، او بتعملها على البوتاجاز. صراحه انا واحده من الناس بحب اكلها كده على طول، لاني ما بلاقيش فيها فرق، بحس انها بتبقى حادقه قوي لما بتتعمل كده. بصوا بقى الطريقه الجميله دي. نفتحها من الظهر كده اهو، لو فيها بقى بتروخ بتشيليها، ما فيهاش بس دي فيها بتروخ اهو هنتشال. بتبدأي تنضفي فيها، بتشيلي بقى اي شوك وتشيلي اي حاجة بتنضفيها وبتظبطيها اهو. تشيلي بقى الراس وتنضفي كل ده، وبعدين تاكليها الف هنا وشفا. تجيبي بقى طبق وتبدأي تخلي بقى حتة اللحم من الحتت اللي فيه الشوك ده، البطروخ بيتاكل، وتقطعي عليه بقى ليمون وتقطعي بصل وتاكلي الف هنا وشفا. بجد اكلة حلوة وجميلة جدا جدا جدا. طبعا انت ممكن تجيبيها متنضفة، بس انا حبيت اوريها لك ازاي تنضفيها. بصي لوحدك كده اهو، مش محتاجة منك عمايل خالص. بصي اهي، تشيلي بقى الشوك ده وتطلعي منه اللحم ده كده بقى خالص، وكده زي الفل اهو. وتخلي منها بقى الجلد، او تخلي منها القشرة اللي بتبقى بره دي، او الجلد بتاعها يعني. يبقى كده احنا نضفناها وعملناها. وقطعيها بقى حتت جزاير، تقطعيها كده تسيبيها كده زي ما انت عايزه، وتقطعي بقى شويه بصل والف هنا وشفا. اكله جميله والناس كتيره جدا جدا عندنا مصريين بيحبوها. انا مش عارفه بقى عندكم بتبقى موجوده ولا لا، ولو موجوده عندكم لها ايه اسم تاني قولولي. دي سمك مدخن موجود معمول في الفرن يعني، ومش متحدى. تمام. بشكركم جدا جدا ان انتوا وصلتوا معايا لغايه هنا، وانتظروني فيديو جديد ان شاء الله بكره. بحبكم واقول لكم سلام، باي باي.